طبعا الاكل بقى كل يوم حيرة جدا. النهارده قلت مش مشكلة هعمل كده حاجة سريعة، الا وهي ايه؟ مكرونة وبانيه. كان عندي كده في العلبة بانيه في الفريزر، رحت طلعتها، وده انجز حاجة يعني انك تكون عندك في التلاجة حاجة سهلة سريعة. وبصوا الواحد بقى خلقه ضيق جامد قوي، يعني انا حتى مش مستحملة ان انا استنى الحلة ان المية تتبخر منها علشان اقدر ان انا احط الزيت. حطيت كده شوية من الزيت علشان احط البصل واحمره او اشوحه للصلصة وكده. انا بحب لما اجي احمره ياخد كده لون حلو يعني. في هنا في الوقت ده طفيت ورحت صليت العصر، وبعد كده رجعت له بقى ايه تاني، آه علشان ما بقاش سايباه على النار يعني وقلقانه وكده. هنا كنت خلاص صليت واخد اللون اللي انا بحبه. طبعا انتوا عارفين ان كل ما تدي للبصلة تشويحة اكتر بتبقى الصلصة طعمها احلى. حطيت كده كيس صلصة من اللي انا مفرزاه، بسم الله ما شاء الله، يعني نافع 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 يعني. طبعا الطماطم ما زالت رخيصة، بس ده بيبقى انجز في الوقت. حطيت كده مية المكرونة وحضرت الزيت اهو ورا. وكمان كان في عندي زيت في طاسة تانية بس لون مختلف عن ده، لونه محمر شوية علشان كنت قالية فيه بانيه حامي. فحطيته برضو عليه، حطيت بقى كده على المية ملح وزيت وحطيت المكرونة. بعد لما المية غليت، اوام المكرونه اتسلقت. انا كل ده اصلا ويعني انا مخلصه من بدري، انا قلت اخلص نفسي كده وانجز علشان ساعه الفطار تبقى الدنيا سهله يعني. هنا كنت خلاص زودت الزيت وحطيته كده على النار ادحوه. بعد كده حطيت البانيه بقى قليته على مرتين. ده كده طاسه وده طاسه تانية. هجيب بقى طبق واحطه واحط عليه كام ورقه كده علشان لما اطلع البانيه يطلع كده على الورق والورق يشرب الزيت الزيادة. الصينية الصغننة اللي ورا دي حطيت فيها زيت نضيف علشان اقلي فيها البطاطس. عقبال بقى ما اغسل الطاسة الاساسية بتاعت البطاطس، يعني هي نضيفة بس انا بحب ان انا اغسلها بما ان انا اغير زيت. حطيت بقى كده البطاطس، كنا خلاص بقى هنا بنفنش بقى كده ومستنية قرب الاذان علشان يعني يا دوب طلعت البطاطس من هنا شوية والاذان اذن. طبعا كنت موطيه النار على البانيه عشان البانيه ده قطع سميكه شويه، بالذات اللي لسه في الطبق الاسود ده. فوطيت النار قلت علشان تستوى وما تبقاش نيه من جوه، لان هو بياخد لون بسرعه من ورا. شفتوا بقى البانيه المتفرز بيبقى الزيت بتاعه نضيف جدا جدا جدا، فعشان كده انا بقيت بحب اعمل ده. وبيبقى كمان سهل، بطلع وبقلي على طول وبيبقى طعمه زي الفل. بس هو عامة يعني مش يعني مش شهيتنا للأكل كده قلت يعني، عن مش عارفة في ايه. بس الحمد لله. طلعت بقى كده البطاطس كانت مقلية كده وطعمها تحفة تحفة تحفة. رشيت عليها بصل، اللي انا بقوله ده، رشيت عليها ملح وفلفل اسود وكانت زي العسل الأمانة يعني. الأكل الحمد لله كان حلو، بس هو في حتة شغف كده فقدناها، ايه هي انا مش عارفاها، هدور عليها وان شاء الله هرجعها. خلصت كده بقية البانيه. فضلت بقى اقلب واعمل ومش عارف ايه علشان القطعه دي بالذات سميكه جدا، القطعه اللي هي بيقولوا عليها موزه. خلصت بقى كده وغرفت بقى المكرونه والبانيه. طبعا في بقيه بانيه انا شايلاه، ده اللي احنا هناكله فشلت شويه. وعملت كده، قطعت طماطم وخيار ورشيت عليها ملح وشطه وليمون بس. ده كده يا بنات كان فطار النهارده. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.